السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني للثانوية العامة وقرف الثانوية العامة وغم الثانوية العامة. اللي جالنا بقى جديد شاب حاول ينتحر امبارح او اول عشان خاطر الدرجات بتاعته، وكان فاكر نفسه يجيب حاجة فوق ال90 وفوق ال100، جاب 72%. الشاب ده انت بتنتحر ليه؟ هخش لك بقى في سكة الدين بقى، واللي انت هتبقى كفرت بالله وهتتعذب يوم القيامة والكلام ده كله. لا بلاش يا عم، انت راجل احسن من كده بكتير وهنشوف لك حل تاني ليك. انت دلوقتي هتخش علشان خاطر تنتحر، طب انت بدل ما تخش تنتحر انت خايف تقول للناس ايه اللي دي درجاتك فعلا؟ طب ما انت كده كده عندك تظلم، والتظلم هيجيب لك ورقتك وهيوريها قدامك، هيقول لك دي ورقتك يا صاحبي، هتقول له اه ورقتي. طب وحليت كده غلط يبقى كده حليت غلط، خايف تواجه ليه؟ طب ما تواجه. طب حليت وطلعت حلك غلط والدنيا خلصت وخلاص وهخش بال70%، طب ما تكمل بقى حياتك. خايف تواجه برضو؟ لا واجه وبين لهم اللي انت كنت المره دي بس كان الدروب، وهكمل حياتي بعد كده وهبقى دكتور جامعه في الجامعه اللي ربنا كتبها لي دي، وتخصص في مجالك وابقى دكتور جامعه. يا عم انت مش كنت عايز تخش كليه طب؟ دكتور الجامعه بقى ولا الطبيب؟ اختار، ربنا يستر علينا وعليكم. واجه ما تضعفش. لو كل الناس بتعمل زيك ما كانش حد فتح مشروع. اللي بيفتح مشروع بيشيل قبح في الايام دي، وفي الاخر بيتكمل وبيزودوا ويوصلوا لحد النهايه بتاعتهم، وربنا بيكتب لهم النجاح. واجه، ما تخافش، ما تضعفش، ربنا يستر علينا وعليكم. السلام عليكم، اشوفكم في لقاء جديد. انشروا الفيديو لو يهمكم، لو خايفين من اصحابكم وعلى اصحابكم انشروا الفيديو على قد ما تقدروا لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.